السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروة السمان معاكم من قناة مروة السمان. معلش الفيديو حصل فيه مشكلة، بس هويتي التكملة بتاعة الفيديو. انا غسلت الجراميط، بس شكلهم نظيف ازاي. غسلتهم ونضفتهم خليتهم فلة. على فكرة يا جماعة دي بلدي، ومحدش يجرف من البلدي، ومعروفة البلدي من المستورد. المستورد بيبقى دواتي مزرج يعني بص اسود، لكن اللي تلاقيه ابيض كده مع لون كده مموج، ابيض مموج كده مع رمادي، ده البلدي يا جماعة. بس احنا كده غسلناهم، وهعصر عليهم ليمونة ورشة ملح، واسيبهم يتنقعوا عقبال ما اعمل لهم الخلطة بتاعتهم. ورجعت لكم تاني. هنا رشة الملح وهعصر عليه الليمون، هعصر ليمونة كده واسيبه يتنقع عشان يشيل الزفارة، وهنغسله تاني. وهكذا وهكذا هنعمل مع البطارخ. نعصر على ليمونة ورشة ملح. ورجعت لكم يا حبايبي، وانا دلوقتي ملحت حدكت السمك، عملت له خلطة. وهنا حدكت برضو البطارخ. بصوا، طبعا انتوا هتسألوا ايه الخلطة دي. الخلطة دي عبارة عن توم وشوية كزبرة وبقدونس وقرن فلفل شطة، عشان احنا هنا في الصعيد بنحب الشطة، وتوابل بقى، ملح وفلفل اسود وكمون. الكمون اهم حاجة، سمك يعني كمون، ونص عصرة ليمونة وبس. هجيب الدقيق ونعفرهم ونقليهم في الزيت. وبرضو هنا احنا بنعمل من جنبها حاجة تاني. شايفين انا مقطع هنا طماطم، ده كيلو من الطماطم. بصوا قطع صغيرة خالص، بصوا قطع صغيرة خالص يعني لا تذكر، عشان هنعمل بها حاجة دلوقتي. اهويتي هجلي السمك. بصوا بعفره بدقيق. الدقيق دواتي محطوط عليه ملح وكمون وبهارات. ده دقيق قمح يا جماعة، دقيق قمح بلدي. بعفره كده وبحطه على جنب، وانا مسخنه الطاسه فيها زيت وقشرة ليمونة. هقول لكم ليه دلوقتي ليه قشرة الليمونة. بس نعفر كده. وادي السمك يا جماعة حطيته، وهحط واحدة تانية. بص الليمونة دي عقبال ما السمك عقبال ما السمك سخن، عقبال ما الزيت سخن كانت هي، بصوا هي خدت لون. دي بقى فايدة ايه قشرة الليمونة دي فايدتها ان السمك ما يديش زفارة في الزيت ولا في الطاسة. لما نيجي
نغسل الطاسة بعد كده ما نغلبش في الريحة، يعني حتى مهما غسلنا فيها واحنا مش حاطين عصرة الليمون او مثلا قشرة الليمون دي، بيبقى برضو ريحتها مزفرة. حتى لو استعملناها في حاجة تاني تبقى ريحتها مزفرة. لكن قشرة الليمونة وعصرة الليمونة دي مع الزيت بايه، هي بتخلي الزيت شكله كده على فكرة، بس ايه بتفرق في النظافة. معلش بقى كل الامهات وكده الطاسات بتبقى عندهم كده، وبالذات الالومنيوم. بصوا هنا بقى في حله حطيت معلقه سمن وهعمل رز، بس انا هعمله رز ابيض. كوبايه رز نقلب فيه لحد ما يسخن. بصوا هنا بقى كده خد لون، لا مش لون يعني مش لون قوي، بس بصوا يعني ايه شمع كده. نطشه بقى بالميه، ميه مغليه طبعا، ميه مغليه. والرز عشان يطلع مفلفل لازم يتحط له ميه سخنه او شوربه، بس انا ما عنديش شوربه. نحتاس لا نحط ايه ملح ومرقه دجاج، معلقه ملح شويه حلوين، معلقه مرقه دجاج مش كتير.